Depuis le 11 mai, l'armée a la situation bien en main. Il n'y a plus de morts européens dans le Constantinois, pourtant la répression continue. J'étais serfra. En 1945, je travaillais dans cette gare. Le chef de gare nous avait mis des brassards. Seuls les cheminots et les travailleurs des ponts et chaussées avaient le droit de circuler. Nous avons emmené un premier train, celui des tabords marocains. Le lendemain ou le surlendemain est arrivé un train rempli de tirailleurs sénégalais. Ils ont fait partir un train de Constantine, un train à wagon plat sur lequel était installé un fusil mitrailleur. Dès qu'ils apercevaient quelqu'un, ils l'abattaient. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Les routes étaient jonchées de cadavres. Après, les tabords marocains sont arrivés. Ils pillaient les villages, ils pénétraient dans les maisons, ils arrachaient aux femmes leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, leurs bracelets. Tout ce qui leur plaisait, ils le prenaient. En 1945, je travaillais dans cette gare. Le chef de gare nous avait mis des brassards. Seuls les cheminots et les travailleurs des ponts et chaussées avaient le droit de circuler. Nous avons emmené un premier train, celui des tabords marocains. Le lendemain ou le surlendemain est arrivé un train rempli de tirailleurs sénégalais. Ils ont fait partir un train de Constantine, un train à wagon plat sur lequel était installé un fusil mitrailleur. Dès qu'ils apercevaient quelqu'un, ils l'abattaient. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Les routes étaient jonchées de cadavres. Après, les tabords marocains sont arrivés. Ils pillaient les villages, ils pénétraient dans les maisons, ils arrachaient aux femmes leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, leurs bracelets. نتعلم الطيران نصبح طيارين، من بعد سنذهب إلى فرنسا لتكميل التدريب العسكري. فقط تدرسوا دراسة نظرية وبعد ذلك الدراسة العملية بعد ذلك. لا، الدراسة العملية ليصبح طيار، من بعد الدراسة العسكرية. تدرس طيار عملي أولا. أي كون خريج ضباط. لكنكم عدتم بعد ذلك وذهبتم؟ ذهبنا إلى فرنسا لمدة 4 أشهر. طرنا على طيارات خفيفة. من بعد فرنسا، من بعد 4 أشهر رجعنا إلى مراكش، اللي كانت في مراكش مدرسة فرنسية لتدريب الطيران الفرنسيين، ولهذا أصبحنا أول فوج اتصلنا في مراكش للتدريب على الطيران مع الفرنسيين. وهذاك الوقت كان الحرب أشد ذروها في الجزائر، وكانوا يدربون الطيران في مراكش ويذهبون بهم إلى الجزائر ليقصفوا من المغاربة من مراكش. يعني الطيارون من مراكش لما يكمل التدريب دياله يذهب إلى الجزائر. يعني الآن الجزائر، الثورة الجزائرية بدأت في العام 54 وظلوا الجزائريين يقاتلوا إلى العام 62 حتى حازوا على الاستقلال. في الوقت الذي حازت فيه المغرب على الاستقلال عام 55، لكن بقي الفرنسيين في المغرب بقوا وكانوا يدربوا الطيارين المغاربة على الطيران ويطلبوا منكم أن لا، نحن الفوج الأول الذي ذهبنا إلى مراكش لنتدرب على الطيران مع الفرنسيين. إذن قلت لأن كانوا يدربون الفرنسيين طيران، ومن بعد تدريبهم الفرنسيين
يذهب بهم إلى الجزائر. هم الفرنسيين ليس أنتم المغاربة. لا ليس. نعم. إذا من بعد تدنا يرى نقطة على السطر حتى نفهم كيف كانت تسير الأمور. فرنسا منحت الجزائر الاستقلال عام 1955 لكن الفرنسيين بقوا في المغرب. أيوه. وكان سلاح الطيران أو فيلق الطيران الرئيسي في المغرب حتى بعد الاستقلال يقوده فرنسي. والفرنسيين هم الذين كانوا يقومون بتدريبكم أنتم على الطيران. وكانت الطائرة تقلع من مراكش لتقصف الجزائريين الذين كانوا يقومون بالثورة ضد الفرنسيين. لم تذهب الطائرة الجزائر بعد الطيارون الذين أكملوا دراستهم في مراكش. هنا نستطيع أن نقول أن الذي أسس القوات أو الفيلق الجوي القوات الجوية المغربية هم الفرنسيين. عام 1955 لكن الفرنسيين بقوا في المغرب. أيوه. وكان سلاح الطيران أو فيلق الطيران الرئيسي في المغرب حتى بعد الاستقلال يقوده فرنسي. والفرنسيين هم الذين كانوا يقومون بتدريبكم أنتم على الطيران. وكانت الطائرة تقلع من مراكش لتقصف الجزائريين الذين كانوا يقومون بالثورة ضد الفرنسيين. لم تذهب الطائرة الجزائر بعد الطيارون الذين أكملوا دراستهم في مراكش. هنا نستطيع أن نقول أن الذي أسس القوات أو الفيلق الجوي القوات الجوية المغربية هم الفرنسيين. احنا جئنا